السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وحبيباتي وإخواتي اللي موجودين معايا على القناة، الناس اللي بتحب تتفرج معايا على الكورة، الناس اللي بتشجع الكورة. تحياتي ليكم لأي حد مشترك معايا وموجود معايا لحد دلوقتي، وأي حد هيخش الفيديو ده وهيعمل عليه لايك، وهي لو مش مشترك معايا هيعمل اشتراك. ربنا يسعد أوقاتكم ويرزقكم من حيث لا تعلموا. دلوقتي أنا عايز أوريكم حاجة جديدة في اللعبة دي. دلوقتي انت لو عايز تتفرج على الجون بتاعك بكل الطرق وبكل الاتجاهات وبكل الكاميرات اللي موجودة في قلب الملعب، وتسلط الكاميرا على اللاعب اللي عامل الاسيست او اللاعب اللي جاب الجون، والكاميرا تمشي تتبعي كده لحد ما الكرة تدخل الشبكة وتدخل جون. يعني انا دلوقتي القايمة اللي انا فاتحها قدامكم دي بختار منها اللاعب، الكاميرا بقى تيجي على اللاعب، تمام، بتيجي على اللاعب وابدا انا اتابع اللاعب ده لحد ما الكوره تخش الجون والهجمه تخلص. زي ما انت شايف كده الفيديو بتاعها، الشريط بتاعه اللي تحت ده يخلص خلاص. يعني انا دلوقتي مسلط الكاميرا على كوادرادو. كوادرادو مش معايا الفريق، بس شوف لما جه في جون عمل ازاي، زعل. هجيبها مثلا على لاعب تاني برضو في الفريق التاني اهو، انت شايف بيتحرك اهون. احنا مش شايفين الكوره كده جت في جون. كانسيلو اللي جاب الهدف، هجيب الكوره على كانسيلو، هجيب الكرة على كانسيلو كذا مرة. يعني دلوقتي هجيبها على الحارس، دلوقتي كده انا جبتها على حارس المرمى. هي الكرة شكلها حلوة داخل الجون. طب هو بيشاور لايه طيب؟ ما علينا، شكلها حلو. ارطو من بعيدة كده من كانسيلو، يعني واد رايق في لعبه كده. دلوقتي الكرة على كانسيلو، شوف استلم الكرة اصلا ازاي بكعبه ورقص واحد، فتح زاوية تسديد وشاط زي جون امام عاشور. يا رب تكونوا عجبكم الفيديو، ومنسوش تعملوا اشتراك في القناة.